السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب الكل بخير. اهلا وسهلا بكم بقناتي. اليوم راح اسوي وياكم شوربة الفطر صحية كلش. تفيد جدا الاشخاص اللي مسوين رجيم، يقدرون ياكلون من عندها، يسدون الجوع بنفس الوقت، يعني ما بيها سعرات حرارية هواية. نقول بسم الله، نبدي وياكم بطريقة عملها. طبعا عندنا كمية من الفطر، هذا طبق كامل. اكثر شيء الفطر ينباع بالماركتات على شكل اطباق، يعني تقريبا 300 غرام 400 غرام. نقشره كل زين وبعدين نقطع قطع، يفضل ان تكون صغيره. طبعا اكيد الفطر ما ينغسل، لكن فقط يتقشر ونسوي قطع صغيره حتى تستوي ويانا بسرعه. نخلي كميه قليله من الزيت، تقريبا ملعقتين بطاوه تكون او جدريه، يفضل ان تكون تيفال غير لاصقه، وننزل بالفطر. ضروري انه نحركه كل زين، ويكون الزيت اللي ننزل يعني الزيت نسخنه الى درجه حراره كبيره حتى من ننزل بالفطر ما يمتصه كله، يعني نساعد الفطر على انه ينحمس ويانا. طبعا الفطر من ينحمس راح ينطي طعم وريحة كلش طيبة. نغطيها اول مرة شوية حتى الفطر ينطي المي ماله ويذبل، بعدين نفتح الغطاء عليه ونعلي النار من عليه حتى يمتص كل هذا المي اللي طلع من عنده. وبالمناسبة الفطر من المواد اللي ما تحب ملح هواية، يعني تديرون بالكم كلش من تحطون الملح، حطوا كميات كلش قليلة لأنه بسرعة يصير مالح، لأنه هو أصلا بيه ملح، هو والسبيناء والطبيعة مالتهم هيجي. بعدين راح ننزل 3 ملاعق كبيرة من الشوفان. أنا نزلت بهاي الملعقة الخشبية ملعقتين، لكن انتو إذا تقيسوها بملاعق الطعام تنزلون 3 ملاعق كبيرة من الشوفان. الحب يكون أطيب بهاي الوصفة. هنا أيضا نحمسه. الشوفان من ينحمس ينطي طعم غير شكل، أول شي يتغير لونه وبعدين ينطي في الطعم ونكهة كلش طيبة للشوربة، غير إنه إذا تضيفوه وبعدين ننزل مكعب مرقة ماجي، يعني بأي نكهة تحبوها، بنكهة الخضار أو الدجاج أو اللحم، أي شي متوفر عندكم. أنا كان عندي بطعمة نكهة الدجاج، يعني تنطي طعم كلش طيب لهاي الشوربة. ومن البهارات اللي أخلي شوية فلفل أسود فقط. وطبعا ممكن تحطون بصل همينة بهاي الشوربة بالبداية، تحمسوا كل زين قبل إضافة الفطر، بعدين تضيفوا له الفطر. لكن أنا عندي بالبيت ما يحبون البصل، لذلك استغنيت عنه، لكن هو يصير طعمه طيب. هنا نخلي كمية مي كلش قليلة بحيث فقط يتغطى عندنا الفطر حتى ونصي عليه كل زين حتى يستوي ويانا الشوفان والفطر، يعني يكون بهاي الصورة بهذا الشكل الواضح قدامكم. أول شي نخليه يفور، بعدين ننصيه كل زين. نخليه تقريبا، هو ما ياخذ وقت هواي، فد 10 دقائق الفطر يستوي بسرعة. لكن الشوفان بما أنه حبة كاملة يحتاج شوية وقت حتى هيك ينفك ويانا، ينفتح ويانا ويكون يعني يستوي ويانا كل زين. بعدين هنا راح نبدي نضيف الحليب، حليب كامل الدسم، منصف الدسم، قليل الدسم اللي تحبوه. طبعا اذا انتم ما كنتم مسوين رجيم او ما تريدون تكون الوصفه كلش صحيه، ممكن ان تخلون كريمه الطبخ، لكن احنا بما انه نريدها تصير صحيه خليت لها حليب وخليت شويه ملح بالاخير مثل ما تشوفون. كمية الحليب اللي خليته من 1.5 كوب إلى 2 كوب، وطبعا السخن همينه يرجع لكم مثل ما تحبون. هنا راح أخلي النار عالية عليه وأخليه بهذا الشكل، أخلي القبغ شوية مفتوح، لأن من خليت حليب فهو إذا أغطي القبغ رأسا راح يفور ويانا وراح يوسخ عندنا الجدر والطباخ ويطلع لكم شغلة. فخلوا القبغ يكون بطريقة مفتوحة شوية، يفور إلى أن يوصل للثخن اللي تحبوه. طبعا هاي الشوربة كلش طيبة، ممكن تخلوها يعني تسووها يم المشاوي، أي مشاوي تكون عندكم، أو إذا مسوين رجيم مثل ما قلت ممكن أن تكتفون بها كوجبة عشاء. تشبع كلش هواية وما بها سعرات حرارية هواية. وإذا وصلتوا لهنا أتمنى من المشترك يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى توصلهم إشعارات بالفيديوهات الجديدة. وأتمنى أن يكون الفيديو مال هذا اليوم عجبكم، وتجربون هاي الشوربة وتسووها وتقولون لنا رأيكم بها. ومن إلى أن أشوفكم بالفيديوهات الجاية أقول لكم باي باي، ودمتم بألف خير.